السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة يا جماعة هندسة حل محافظة القاهرة إدارة الزيتون توجيه رياضيات. ياريت نركز مع بعض كده عشان كل سؤال واللي يقف قدامه حاجة يكتب لي في الكومنتات أو يبعت لي على الواتساب بتاعي. يلا إن شاء الله نبدأ. أول سؤال يقول لك أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين متشابهين تساوي نقط فإن المثلثان متطابقان. طيب يا جماعة امتى أقول على نسبة التكبير بين مثلثين تساوي ايه عشان المثلثان يبقوا متطابقان؟ سؤال كتير بيتكرر في الامتحانات وطلاب السفارة يركزوا معايا جدا جدا يا جماعة لأن الأسئلة بتبقى MCQ، فياريت نركز مع بعض. يبقى نسبة التكبير من مثلثين متشابهين تساوي شاطر وتساوي 1، يبقى المثلثين متطابقان. تمام. تاني سؤال بيقول ايه؟ معين طول قطريه 9 سنتي و12 سنتي تكون مساحته. طب احنا يا جماعة عندنا قانون درس مساحات بعض الأشكال الهندسية، لما يدينا معين طول قطريه يبقى القانون عوض في القانون على طول. نص في حاصل ضرب طول قطريه. اللي عايز يكتب معايا يكتب، اللي يقف قدامه سؤال يرجع للفيديو، يعني يرجع دقيقتين تلاتة. المهم مفيش سؤال يفوت الا لما يبقى فاهمه. ما يقول لك معين دول قطرين 9 سنتي و12 سنتي تكون مساحته، هنقول مساحة المعين بتساوي نص حاصل ضرب طول قطريه، يعني نص في 9 في 12. نص في 9 في 12 هيساوي كام؟ هيساوي 54 سنتيمتر مربع. اللي حافظ القانون هيحل على طول يا جماعة. طيب تالت سؤال، مربع مساحته 18 سنتيمتر مربع يكون طول قطره. ليه قانون برضو عارفين مساحة المربع لما يبقى مديني المساحة وعايز طول القطر، قانون على طول بعوض فيه جذر المساحة اللي هي 18 في 2، يبقى جذر 18 في 2 بجذر 36، يبقى طول القطر هيساوي كام يا جماعة؟ هيساوي 6 سنتي. تمام. في المثلث أ ب ج بيقول لك ايه؟ إذا كان أ ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع فإن قياس زاوية ن بتساوي 90. طب احنا عارفين كده هيبقى أ ج هو الوتر، يبقى قياس زاوية ب بتساوي 90. طيب بيقول لك عدد محاور تماثل المثلث متساوي الساقين يساوي 1. ممتاز. عدد محاور تماثل مثلث متساوي الساقين يساوي 1. طب المتساوي الأضلاع 3، مختلف الأضلاع 0. بيقول لك القطران متساويان في كل من في الطول، قطران متساويان في الطول ومتعامدان في ايه؟ طب انا عارف في متوازي الأضلاع قطران بينصف كل منهما الآخر. في المستطيل قطران متساويان في الطول بس غير متعامدان. يا ريت نركز مع بعض يا جماعة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. يبقى القطران متساويان في الطول ومتعامدان في ايه؟ شاطر. في طالب قال لي يا مستر المربع. ممتاز، في المربع. هنطلع للسؤال رقم 2. ننزل للسؤال رقم 2. أكمل ما يلي. أسئلة مهمة جدا جدا ياريت نركز فيها. السؤال ده بيتكرر برضو كتير في الامتحان، قطران متساويان في الطول ومتعامدان. أسئلة كلها مهمة والله، ياريت نركز مع بعض يا جماعة. السؤال التاني أكمل بيقول لك متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين متساويين في المساحة. شاطرة يا دكتورة أسماء. يتشابه المثلثان إذا كانت، مادام مديني المتناظرة متناسبة يبقى كده عايز الأطوال الأضلاع. إذا كانت أطوال أضلاع المتناظرة متناسبة. لو قال لك دي مكان المتناظرة متناسبة الزوايا متساوية في القياس، يبقى الزوايا المتناظرة متساوية في القياس. يبقى هنا متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين متساويين في المساحة. طب هنا يتشابه المثلثان إذا كانت الأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة. طب السؤال رقم 3 من الشكل المقابل بيقول لك س زائد ص بيساوي ايه؟ طب أنا عندي 140 دي تساوي 140 دي تقابل بالرأس، مستقيمان متقاطعان. طيب وعارفين عندنا قانون مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوي كام؟
ايوه كده 360 مش 180. 360 يبقى اقول له س زائد ص هيساوي 360 ناقص 140 زائد 140 هيديني 280. يبقى س زائد ص هيساوي 80 درجة. لو قالك س بس يبقى س ب40 وص ب40. طيب السؤال رقم 4 بيقولك طول مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم على هذا المستقيم يساوي ايه؟ احنا عارفين لما يبقى عايز طول مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم هيبقى مسقطها نقطة. يعني لو انا عندي مستقيم كده مثلا طول مسقط القطعة المستقيمة هيبقى عمودي وسمينا دي ألف ب. مسقط ألف هيبقى ب. قطعة مستقيمة ألف ب على هذا المستقيم مسقطها هيبقى نقطة ب، والنقطة ملهاش طول يبقى يساوي صفر. يساوي كام يا جماعة؟ صفر. اللي واقف قدامه أي حاجة يا جماعة وعايز يستفسر على أي حاجة أي سؤال درس أي شرح في المادة منهج الصف الثاني الإعدادي رياضيات، سواء منهج سعودي منهج مصري منهج كويتي، يدخل يبعتلي على صفحتي على الفيسبوك أو يراسلني على الواتساب وإن شاء الله هرد عليه. تعالى يلا يا جماعة ندخل في السؤال رقم 5. يقولك ألف ب ج د متوازي أضلاع مساحته 40 سنتيمتر مربع، فإن مساحة المثلث ألف ب ج. يعني لو أنا عندي متوازي أضلاع ألف ب ج د هنا مثلا ألف ب ج د، احنا عارفين متوازي الأضلاع هو عايز مساحة المثلث ألف ب ج ومديك مساحة متوازي الأضلاع ب40 سنتيمتر. مساحة معروفة هتبقى المثلث ألف ب ج هيساوي نص مساحة المتوازي، هنا هيبقى مشترك معاه في القاعدة ب ج، يبقى نص 40 هيساوي 20 سنتيمتر مربع. هنا عند ألف د بيوازي ب ج. تمام يا جماعة. السؤال رقم 6 بيقولك المضلعان المشابهان لثالث يكونان متشابهان. ممتاز. مضلعان المتشابه للثالث يكونان متشابهان. ركز بقى في أسئلة البرهان، هسيب لكم هنحلهم مع بعض كده شفوي وهكتبهم لكم في صفحة وابعتهم لكم واسيبهم لكم في لينك الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله عشان اللي عايز يراجع اي حاجة. وهقول بالترتيب يعني هقول برضو خطوة خطوة. السؤال رقم 3 ألف بيقولك في الشكل المقابل ألف ب ج د متوازي أضلاع اهو، وهي بتنتمي للقطعة المستقيمة ألف د، ومديني قياس زاوية ب ه ج بتساوي 90 درجة. بيقولك إذا كان ب ه بيساوي 6 سنتي و ه ج بيساوي 8 سنتي اوجد مساحة المثلث ه ج ب. احنا عارفين ان مساحة المثلث يا جماعة بيساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، ودي مثلث قائم. تمام. يبقى ضلعي القايمة اللي هما ه ب و ه ج هعتبر احدهما واحد القاعدة والتاني الارتفاع. يبقى اجي اقول له كده اول حاجة ابدأ له كده عشان اعلم اللي بيصحح ان انا فاهم. اقول له مساحة المثلث ه ب ج او ه ج ب بيساوي نص طول القاعدة في الارتفاع نص في ه ب في ه ج، يبقى بيساوي نص في 6 في 8 هيساوي 24 سنتيمتر مربع. يبقى انا كده جبت مساحة المثلث ه ج ب. تمام. اكتب بالراحة براحتك خالص، عايز ترجع الفيديو برضو وشوف انا بقول ايه واكتب، اهم حاجة تبقى فاهم. تاني حاجة بيقولك ايه مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د. تعالى كده بص المتوازي الأضلاع ألف ب ج د وبص المثلث ه ب ج هتلاقوهم مشتركين في القاعدة ايه ب ج. ممتاز الله ينور عليك، مشتركين في القاعدة ب ج. انا اجي اقول له كده بقى بما ان المثلث ه ب ج يشترك مع متوازي الأضلاع ألف ب ج د في القاعدة ب ج أو تقول له ب ج قاعدة مشتركة، إذا مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د
هيساوي ضعف مساحة المثلث ه ب ج، وانا جبت مساحة المثلث ه ج ب بكام؟ ب24. يبقى مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د هيساوي 2 ضرب 24 هيساوي 48 سنتيمتر مربع، واضمن الدرجة النهائية بتاعتي في السؤال. يب تعالى السؤال رقم 3 ب، بيقول لك في الشكل المقابل ان أ ج تقاطع ب د بيساوي المجموعة م، وأ د يوازي ب ج. حاول المعطى، كل معطى بيديهولك بستنتج منه حاجة. بقول لك اثبت ان مساحة المثلث أ ب م بيساوي مساحة المثلث د ج م. طيب يلا تعال نفكر مع بعض كده. طالب ممتاز قال لي يا مستر هبدأ بالتوازي. ممتاز. هقول له بما ان أ د يوازي ب ج، تمام، قال لك اذا مساحة المثلث أ د ب هيساوي مساحة المثلث أ د ج. ممتاز. وده هقول عليها 1. مساحة المثلث أ د ب هيساوي مساحة المثلث أ د ج، تمام، وبرضه مشتركين في القاعدة أ د، وهسميها 1. ممتاز. قالك يا مستر هحذف المثلث اللي فوق ده من الطرفين، المثلث أ م د هحذفه من المثلث أ ب د، وهحذفه من المثلث أ د ج. ينتج ان مساحة المثلث أ ب م هيساوي مساحة المثلث د ج م، وهو المطلوب اثباته. عايز يرجع يا جماعة للسؤال مرة واتنين يرجع للفيديو، مش هتنقص حاجة دقيقة ولا دقيقتين. اتفرج على الفيديو وخد وقتك، ولو وقف فيها حاجة ارجع برضو وافهم الدرس تاني. تعال السؤال رقم 4 أ، وهسيب لكم حل البرهان في الديسكريبشن ان شاء الله، مصوره ومنزله لكم. 4 أ، في الشكل المقابل المثلث أ ب ج فيه قياس زاوية أ بتساوي 90 درجة، وأ د عمودي على ب ج، وب د بيساوي 9 سنتي، وأ د بيساوي 12 سنتي. اوجد طول د ج. عايز د ايه؟ ج. طيب ده اطبق ايه على طول يا جماعة؟ ما اشوف الشكل ده على طول اطبق اوكليدس. عنده مثلث قائم نازل من الزاوية القايمة عمود على القاعدة. طيب هنا هقول له ايه يا جماعة؟ بما انه عايز طول د ج هطبق اوكليدس على طول، هجيب د ج. اقول له بما ان المثلث أ ب ج، همشي اشوف هقول له زي ما هو كاتب كده، قياس زاوية أ بتساوي 90 درجة، وأ د عمودي على ب ج. هطبق اوكليدس بقى، اقول له اذا أ د تربيع هيساوي ب د في د ج، هو عايز د ج، يبقى 144 يساوي 81. مش 81، مش هربع، هيساوي د ب، قالكش د ب تربيع، يساوي د ب في د ج، يبقى د ج هيساوي 144 على 9، يبقى د ج هيساوي 16 سنتي، ودي المطلوب الاولاني. يبقى د ج جبناها بكام يا جماعة؟ ب16. طيب عايز أ ج. ممتاز. قالك برضه هستخدم اقليدس المسقط في الوتر، اقول له أ ج تربيع بيساوي د ج في د ب، يبقى أ ج تربيع هيساوي د ج اللي هي ب16 في الوتر اللي هو ب ج، 16 في 25 هيساوي 400. يبقى أ ج هيساوي جذر 400 هيساوي 20 سنتيمتر. أ ج بكام يا جماعة؟ ب20 سنتيمتر. طيب تاني سؤال بيقول لك بين نوع المثلث أ ج ب بالنسبة لزواياه إذا كان. دي سؤال برضه بيتكرر كتير في الامتحان، والسؤال برضه بتاع 4 أ ده اللي هو أوكليدس يا جماعة. اجيبها لي برضه طلاب السفارة يركزوا معايا جدا جدا. اجيبها لك على هيئة كومبليت، على هيئة اختياري، نركز جدا جدا. طب هنا لما يجي يقول لي بين نوع المثلث أ ج ب بالنسبة لزواياه، يديني 3 أضلاع ويقول لي المثلث ده حاد ولا منفرج ولا قائم. طيب أول حاجة هشوف الضلع الكبير فين، أ ج، يبقى أربعة. أ ج تربيع هيساوي 81، وأقول له أ ب تربيع أجمع الضلعين التانيين وأربعهم
ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع هيساوي 36 زائد 64 هيديني 100. يبقى انت كده عندك ان ألف ج تربيع هيبقى أصغر من مجموع الضلعين التانيين. ألف ج تربيع أصغر من ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى المثلث ألف ب ج حاد الزوايا. حد ايه؟ الزوايا. عايز تعملنا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك يا جماعة، ابحث عن صفحة مستر محمد صلاح دروس رياضيات اونلاين، هيظهر لك. اعمل لنا متابعة وسي فيرست عشان يظهر لك كل المنشورات بتاعتنا ان شاء الله. يبقى احنا كده خلصنا السؤال رقم 4 ألف ورقم 4 ب. هنخش على اخر سؤال 5 ألف و5 ب. يلا بيقولك اوجد مساحة شبه منحرف طول قاعدتين متوازيتين 6 سنتي و8 سنتي وارتفاعه 5 سنتي. درس مساحة بعض الأشكال الهندسية. مساحات بعض الأشكال الهندسية يا جماعة القوانين اللي فيه تتحفظ مهم جدا جدا. يعني سؤال زي ده جاي مباشر، لو حافظ القانون مش هياخد مني دقيقة. طيب مساحة شبه المنحرف بيساوي ايه؟ نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. يبقى نص أجمع القاعدتين 6 و8 14، نص في 14 في 5 هيديني 35 سنتيمتر مربع، وده مساحة شبه المنحرف. سؤال برضو بيتكرر كتير في الامتحانات، طلاب السفارة يركزوا معايا، مهم جدا جدا جدا. سؤال رقم ب. في الشكل المقابل إذا كانت د ه يوازي ب ج وألف د بيساوي 3 سنتي وده ه بيساوي 5 سنتي وب ج بيساوي 10 سنتي. الهندسة يا جماعة سهلة وسلسة، مهم جدا جدا والله، بس محتاجة بس ان انا اقرأ السؤال مرة واتنين واستخدم معطياتي بشكل كويس. لو استخدمتها وفهمتها خلاص مفيش حاجة هتقف قدامي. طب هنا بيقولك اثبت ان المثلث ألف د ه يشابه المثلث ألف ب ج. طيب وعايز طول ألف ب. طب هو انا هبدأ بالتوازي. ممتاز. مديني التوازي د ه يوازي ب ج. ما استنتج من التوازي، استنتج اما الاضلاع المتناظرة متناسبة. ده في حالة اثبت امتى يا باشمهندس محمود؟ انت بتقول اطوال الاضلاع متناظرة متناسبة، بس دي بعد ما اثبت التشابه، وده عشان اجيب طول ألف ب. ما انا استنتج من التوازي على عندي زوايا. تمام. قالك ما ان د ه يوازي ب ج. مكمل. ممتاز. قال لي ايه؟ قال لي ان قياس زاوية ألف د ه الزاوية ده هتساوي قياس زاوية ب بالتناظر. ممتاز. الله ينور عليك. وقال لك ان قياس زاوية ألف ه د ده هتساوي قياس زاوية ج. ممتاز. الله يفتح عليك. قال لك وزاوية ألف يا مستر مشتركة ما بين المثلثين، ما بين المثلث ان ألف، ما بين المثلث ألف د ه وألف ب ج. تمام كده اقدر اثبت ان المثلث ألف د ه يشابه المثلث ألف ب ج، ودي المطلوب اثباته، اول مطلوب. يبقى انا كده ثبت ان المثلث ألف د ه يشابه المثلث ألف ب ج، 3 زوايا متساويين، وعندي زاويتين متساويين بالتناظر وزاوية مشتركة. كده ثبت ان المثلث ألف د ه يشابه المثلث ألف ب ج. طب عايز طول ألف ب. انا مادام ثبت التشابه بقى ابدا اطبق ان الاطوال الاضلاع المتناظره متناسبه. اقول له ألف د على ألف ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي ألف ه على ألف ج. عايز تكتب النسبة التالتة اكتبها، كده مش هستخدمها في حاجة. يبقى اقول له 3 على ألف ب هيساوي 5 على 10. يبقى ألف ب هيساوي 3 في 10 على 5 يساوي 30 على 5 هيساوي 6 سنتي. وبكده ان شاء الله يا جماعة نكون خلصنا محافظة النهاردة. اتمنى من الله يكون الشرح سلس وبسيط، ويكون الكل فاهم. اللي واقف حاجة يا جماعة يرجع الفيديو على السؤال اللي هو مش فاهمه، ويذاكره مرة واتنين وتلاتة، ولو مش فاهم فيها حاجة يبعتلي واشرحه له تاني ان شاء الله. ما تنساش تابعونا في فيديوهات تانية كتير، حل محافظات وحل مراجعة السفارة لطلاب السفارة ان شاء الله. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك لقناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعنا دعوة حلوة من قلبك. نسأل الله ان ينفع بنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونشوفكم فيديو جديد تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمد صلاح،
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.